احنا هنا قدام صراع نفسي وعقلي مرعب، والبطل هنا مش بيعتمد على عضلاته، ده بيعتمد على كتاب هيلاعب بيه كل اللي حواليه. الشابوه الحقيقي وصل. يوسف الشريف راجع يا بشر بعد غياب 5 سنين عن آخر مسلسل عمله كوفيد 25 سنة 2021. بيرجع تاني بمسلسل فن الحرب. المسلسل ده هيكون زي حاجات يوسف الشريف اللي تعودنا عليها، الغموض والذكاء، ودي التيمة اللي نجح فيها من بداية رقم مجهول. المرة دي يوسف جاي من الصين، من عند واحد كده كاتب كتاب اسمه فن الحرب اللي عمره أكتر من 2500 سنة، واللي بيشرح للقادة العسكريين ازاي ينتصروا في المعارك. طب ايه علاقة الكتاب بالمسلسل؟ هقول لك، بس اصبر. تعال الأول نحكي قصة المسلسل. يوسف الشريف طالع اسمه زياد، بيحب التمثيل جدا عكس ابوه رجل الاعمال، ولما ابوه بيقع في مؤامره ويدخل السجن ظلم، هنا بيقرر يوسف او زياد انه يستخدم حبه للتمثيل في انه يرجع حق ابوه، وهيكون المرجع له هو الكتاب ده فن الحرب. لحد هنا الكلام مبشر، خصوصا ان يوسف الشريف ملك في الحته دي. بس زي كل حاجه ليها ايجابيات وسلبيات. تعالوا نبدا بالسلبيات. يوسف غايب عن مسلسلات رمضان بقاله 5 سنين، واكيد حاجات كتير اتغيرت عن اخر حاجه عملها، والسوق او المشاهد بقى ممكن يكون ذوقه اتغير. وزود على ده كمان اخر مسلسلين ليوسف الشريف، النهايه وكوفيد 25، كان فيهم اخطاء ومط في بعض الحاجات خلت الناس ما تحبهمش وبترجع للمسلسلات الاولى بتاعته. وحتى فيلمه اللي في السينما بني ادم ما نجحش زي ما كان متصور، فده يخلي يوسف داخل الموسم وهو مش ضامن زي زمان انه يكون الاول. الحاجه التانية ان المشاهد اللي اتعود عليه كل سنه في رمضان ومحضر نفسه، يوسف اختفى عنه بقاله 5 سنين، وده خلاه اتعلق بحاجات تانية وانواع تانية، فده هيخلي يوسف في مهمة صعبة انه يرجع تاني يشد المشاهد. عشان كده انا شايف ان المسلسل ده اهم مسلسل ليوسف الشريف، يا اما هيرجعه صاحب الشابوه، يا اما هيتنسي ويكون بالنسبة للناس كان ظاهرة وانتهى. السلبية الثالثة، وهي مش سلبية، هي حاجة تقلق، ان تيمة الانتقام دي بقت مهروسة في اعمال كتير، لو اتعملت بشكل سطحي او بشكل مكرر ممكن تقضي على المسلسل كله. طب معنى كده مفيش حاجة تطمن؟ لا طبعا. تعال للايجابيات. انا بالنسبة لي اكتر ايجابية في المسلسل هي وجود تميمة الحظ معاه، شيري عادل اللي كانت معاه من اول الطريق، المواطن اكس، رقم مجهول، اسمه مؤقت، لعبة ابليس. ودول بالمناسبة اهم ادوار عملتها شيري في تاريخها، وكل دور كان له بصمة مميزة. يعني لو عملنا استثناء بس لدورها في رقم مجهول عشان الدور كان عادي، بس وجودها مع يوسف في كل المسلسلات دي كانت شاهدة على نجاح المسلسل. لا خلاص يا حبيبي شطبني. انا حاسس من الاعلان ان احنا قدام قصة مايلة لفيلم هابي نيو يير الهندي بتاع شاروخان وديبيكا بيدكو، او جو لكازا دي بابيل، اللي هي مجموعة بيقودها اللي عايز ينتقم وبيقرروا يعملوا عملية او مغامرة عشان ياخدوا حقهم، واللي اتقال في الاعلان التاني انه بيوعد الناس اللي معاه انه هيرجع لهم فلوسهم. كل واحد فيكم هترجع له فلوسه وعليهم 10 مليون جنيه. تحس جو البروفيسير بس بنسخة يوسف الشريف المصرية العالمية. ده احساسي ان المسلسل الجو ده، وعشان كده الكاست في الاعمال دي مهم. هنلاقي كمال ابو ريا اللي بيغير جلده الفترة الاخيرة بشكل رائع، وريم مصطفى ومحمد جمعة، والثنائي اللي اتوقع هيكونوا من نجوم رمضان 2026 اسلام ابراهيم ودنيا سامي. واظن لذيذ هو اللي هيجري ورا دنيا سامي بعد ما اشتغلت مع مثله الاعلى يوسف الشريف. ومن الحاجات الايجابيه وجود شريكه في اغلب الاعمال عمرو سمير عاطف، كاتب اللي فاهم دماغ يوسف الشريف، ومعاه الخلطه السريه اللي نجحت مسلسلات زي الصياد وكفر دلهاب. الاخراج بقى لمحمود عبد التواب اللي لسه مش هيبقى باين شغله في البرومو، بس لو رجعنا لاخر حاجات عملها زي مسلسل صوت وصوره، مسلسل الشرنقه رمضان 2025، هنشوف ان عنده رؤيه كويسه وكادرات مريحه. بس الشغل اللي فات كوم، والشغل مع اعمال يوسف الشريف هيكون محتاج منه نشوف حاجات عاليه زي اللي سبقوه. انا شخصيا متوقع ان المسلسل ده هيكون الترند رقم 1 في رمضان، وهنشوف كميه نظريات وتحليلات على السوشيال ميديا ملهاش اول من اخر. وعشان ما تدورش كتير، المسلسل هيكون حصري على قناه CBC، وهيكون على منصه واتش، وكمان على منصه يانجو بلاي، وهو المسلسل الوحيد اللي على يانجو بلاي 30 حلقه. يعني من الاخر كده السهره الرمضانيه السنه دي محجوزه لفن الحرب وللرجوع القوي ليوسف الشريف بعد غياب 5 سنين عن الشاشه. دلوقتي بقى عايز اسالكم، تفتكروا يوسف الشريف هيقدر مع فن الحرب انه يرجع للقمه زي ما عودنا في مسلسلاته، ولا المره دي غير؟ مستني اعرف رايكم وتوقعاتكم في التعليقات، واعمل لايك وسبسكرايب عشان تتابعوا مراجعات مسلسلات رمضان اول باول هنا. يلا جهزوا الكنافه لاننا داخلين على حرب عقول مع فن الحرب. سلام. كده نبدأ الشغل.